مرحبا يا شباب، أهلا بكم في فيديو جديد على القناة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أقوى وأشهر الفضائيين في عالم بنتن، هيت بلاست. مين هو هيت بلاست؟ وإيه هي مقدار قوته اللي بتخليه مميز كده؟ لو بتحبوا السلسلة دي استعدوا عشان هتعرفوا كل حاجة عن الوحش الناري ده. يلا نبدأ. هيت بلاست هو أول فضائي تحول له بنتن في السلسلة الأصلية لما كان عنده 10 سنين. ظهر أول مرة في الحلقة الأولى من مسلسل ابن 10 سنة 2005 لما بن اكتشف الأومنتريكس وحاول ينقذ ناس من حريق في الغابة. تخيلوا المشهد، ولد صغير بيجري وسط النار وفجأة بيبقى مخلوق فضائي مصنوع من صخور ملتهبة. هيتبلاست جاي من كوكب اسمه بايروس، كوكب كله مليان حمم بركانية ونار. جسمه عبارة عن صخر بركاني مغطى باللهب، عينيه صفرة زي الشمس، وشكله بصراحة يخوف ويبهر في نفس الوقت. طيب إيه اللي بيخلّي هيت بلاست أوي كده؟ أول حاجة، هو بيقدر يطلق النار من إيديه زي الأبطال الخارقين. مش بس كده، لكنه كمان بيقدر يتحكم في شكل النار دي، يعني ممكن يعمل كورنار صغيرة أو موجات نار ضخمة تدمر أي حاجة قدامه. تخيلوا لو حد واقف في وشه، هيت بلاست ممكن يسيح الأرض تحته. تاني حاجة، هو بيستخدم الحرارة اللي بيطلعها عشان يطير. إزاي؟ بيطلع نار من تحت رجليه زي الصواريخ، وده بيخليه يتحرك بسرعة رهيبة في الجو. وأهم حاجة، جسمه نفسه مقاوم للنار والحرارة، يعني لو وقع في بركان هيطلع عادي جدا وكأنه بيتمشى على الشاطئ. بس زي أي بطل، هيت بلاست عنده نقاط ضعف. أكبر نقطة ضعف عنده هي المية، لأنه مخلوق ناري. المية بتأثر عليه جدا وبيبقى ضعيف لو اتعرض لكمية كبيرة منها، يعني لو حد رماه في البحر هتبقى نهايته. كمان لو النار اللي في جسمه خفت أو اتعرض لهواء بارد جدا قوته بتقل وممكن يبقى أضعف من الطبيعي، فهو محتاج يفضل في بيئة ساخنة عشان يحافظ على قوته. في النهاية، هايد بلاست مش بس أول فضائي استخدمه بنتين، لكنه كمان واحد من أقواهم بسبب قوته النارية وتحكمه المذهل في الحرارة. طيب، إيه رأيكم فيه؟ تحبوا هيد بلاست ولا في فضائي تاني تفضلوه؟ اكتبولي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا المزيد. سلام يا أبطال.